بيقولوا عليه ان هو اقدم كبابجي في مصر من سنة 1802. اهلا بيكم في حلقه جديده من فيروز ريفيوز على فود توداي. احنا النهارده في كبابجي البيباني، الفرع اللي في المقطم. كبابجي البيباني الفرع الام بتاعه هو جنب القلعه. بيقولوا عليه ان هو اقدم كبابجي في مصر من سنه 1802. بيقولوا ان الملك فاروق كان بيطلب منه، وطبعا البشوات والهوانم بتوع مصر كلهم. تعالوا بقى نشوف الاكل والحاجات بقى اللي هم بيعملوها، يلا بينا. البيباني بيقدم مشويات وحمام وطواجن وكل الاكل الدسم الجميل، بس المشهور عنده جدا بقى الفراخ الشوايه. محدش عنده الخلطه دي غيره، وعنده فروع كتير بيديرها ورثه البيباني، بس اقدمهم هو فرع القلعه. حتى الميدان اللي في القلعه اسمه ميدان البيباني على اسم المطعم. الاكل عندهم بقى مش كباب وكفته وحاجات مشويه بس، لا ده كمان عندهم بقى الموزه، وعندهم مكرونات، وعندهم الحمام، وعندهم المحاشي، والجامد بقى قوي الفرايد تشيكن بتاعتهم. يا جماعه احلى فرايد تشيكن كلتها في حياتي بجد. والحواوشي، يا خرابي على الحواوشي. الحواوشي بقى اختراع. الاكل هناك قد ايه تحس ان هو معمول بحب. الناس اللي شغاله في المكان ده بقالها بال7 وال8 سنين شغاله، وقد ايه الناس محترمه ولذيذه وبيرحبوا بيك كده. حقيقي لو مجربتش البيباني يبقى انت فايتك كتير.